متحبيش تعملي البيتي فور يبقى الفيديو ده ليكي بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. معانا كوبايتين سمنة بقري، كوباية سكر، بيضتين، صفار بيضة، 4 كوبايات دقيق، 4 بكاوي فانيلا. يلا نسمي بالله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض المكونات بتاعتنا وهنشوف هنشتغل ازاي. انا هنا في العجان هحط كوبايتين السمنة. طبعا زي ما انا قلت لكم دي سمنة بقري صفرة. انتوا ممكن تستخدموها بزبدة، يعني انا هعملها النهاردة بالسمنة. في ناس كتير قوي بتقول ان ما بتطلعش ناجحة بالسمنة، بس انا هعملها بالسمنة الصفرة البقري. ممكن انتوا تستخدموا لو عندكم سمنة فيرن، زبدة، اي حاجة ممكن تستخدموها بيها، يعني سمنة او زبدة الاتنين هتكون ناجحة. هنحط كوباية السكر في العجين زي ما انتم شايفين كده، هما كوبايتين السمنة وكوباية السكر، ونبتدي نشغل العجين. اول حاجة هنشغلها على الدرجة البسيطة او الدرجة المتوسطة، بحيث ان السمنة والسكر يبتدوا، احنا زي ما بيقول كده نعجن السمنة والسكر في بعض، بحيث ياخدوا كده إيه سرعة بسيطة في الاول، وده افضل علشان لو السمنة بتاعتنا فيها شوية طراوة كده نطلعها. انا السمنة دي قبل ما استخدمها حطيتها في التلاجة نص ساعة علشان تكون متماسكة. هنحط هنا بقى رشة ملح. زي ما انتم شايفين السمنة بتاعتنا مع السكر اللون اتغير للون الابيض. احنا عايزين السمنة والسكر بتاعنا ياخدوا اللون ده. وبعدين هنحط الفانيلا. زي ما قلت لكم انا هنا النكهة لازم تكون باينة شوية، فحطيت 4. فدي يعني افضل حاجة. ممكن طبعا لو عندكم فانيلا سايلة مفيش مشكلة، برضو احنا ممكن نستخدم الفانيلا العادية والفانيلا السالية. بعدين نبتدي برضو نشغل على الاول درجة بسيطة 1، وبعدين نبتدي اخر سرعة 6، ونفضل بقى على في العجان لغاية ما السكر والفانيلا ورشة الملح كده تبقى إيه كلها اخدت مع بعض. بعدين نحط هنا بيضة بيضة، ما نبتديش نحط البيض كله مرة واحدة، ده افضل علشان البيتي فور يكون ناجح معاكم. انا هنا استخدمت بيضتين كاملين مع صفار بيضة. انتوا لو عايزينها تبقى انعم شوية ممكن تعملوا بيضتين وصفار، بيضتين كاملين وصفار بيضتين، هتكون انعم. لكن لو عايزينها متماسكة يعني تخليها زي ما انا عملتها دلوقتي. لكن انا لما بحب اخليها ناعمة بتبقى حلوة يعني كده. ممكن مش طول الوقت علشان ما تتكسرش، بالذات لو احنا عاملينها بدري شوية وهتقعد معانا او هتقعد معانا فترة. احنا من وقت للتاني بنفصل العجين ونبتدي الخليط او الكريمة بتاعتنا نفضل نقلب فيها كده، ونجيب الجوانب وندخلها في نص العجين علشان تتضرب معايا كويس قوي. لاني انا ما ينفعش اني انا افضل اسيب الجوانب والاحرف كده. انا حطيت هنا البيضة التانية، انا فصلت وحطيتها، لان انا برضو لميت برضو اللي في الجوانب، وابتديت ان هي تاخد وتدي مع بعض كده. برضو نشغل على درجة بسيطة، وبعدين نزود درجة الضرب زي ما انتم شايفين. وهي كده شغالة نبتدي نحط صفار البيضة في الاول خالص زي ما احنا شفنا، وهي بفصل واحط بيضة بيضة. بعد كده بخليه وهي شغالة بحط صفار البيضة. وبرضو انا هنا فصلت ولميت الجوانب وبعدين شغلتها تاني، وبرضو بنهدي السرعة وبعدين نزود السرعة علشان الخليط بتاعي او الكريمة بتاعتنا تكون كده كريمة لا سايلة ولا متماسكة، بحيث ان هي تبقى كده تدي طعم للبيتي فور وتخلي البيتي فور كده متماسك معانا، ويبقى بيتي فور صح، مش بنعمل بيتي فور بسكوت. زي ما انتم شايفين كده انا الخليط بتاعي خلص. هبتدي بقى اخد البولة بتاعتي وانفض كده انفضها من اي حاجة موجودة عليها كده. خلاص هنبتدي نجيب 4 كوبايات دقيق. انا مش هحط الدقيق في بولة العجان، انا هنزلها ببولة تانية، لان يفضل ومن الافضل يعني ان البيتي فور مش بنعجنه مش بنبسه، احنا يدوب بس بنلم العجينة مع الخليط، ما بنعجنش يعني. خدوا بالكم انا مش عايزة العجينة
يبقى لها عرق، لان ده مش كويس خالص ليها. لو بقى لها عرق العجينة مش هتبقى ناجحة معايا. انا عايزاها طرية، وعايزاها كده ناعمة. زي ما انتم شايفين انا اديتها بس لفيت العجينة مع الخليط، ما عملتش اكتر من كده. مش هنعجنها خالص علشان احنا هنحطها في الكيس الحلواني، ومش عايزين العجينة بتاعتنا تبقى صلبة، عايزينها عجينة كده لينة. زي ما انتم شايفين بقى انا نضفت كده الاسباتولا، وابتديت اني انا الم العجينة. انا بلم العجينة مش ببسها. يعني ايه، احنا مش بنعمل كحك، احنا بنعمل بتيفور. بنلم العجينة مع بعض زي ما انتم شايفين كده، وهنبتدي نركنها بقى ونحضر بقى مع بعض بقى ايه الكيس الحلواني علشان نبدأ نشتغل فيه. هنا التيب بتاعي ده F6. انتوا طبعا لو في بتستخدموا القمع، بتستخدموا مكنة البيتيفور او الكيس الحلواني، ف يعني انتوا بقى تختاروا التيب اللي انتوا ايه عايزينه. ده التيب اللي انا بشتغل بيه F6. نبتدي بقى نظبطه كده. كلنا عارفين احنا هنظبط التيب ازاي. هنقص الزيادات من التيب على المقاس مظبوط زي ما انتم شايفين كده. نبتدي بقى نجيب كده مج ولا حاجة ونحط فيه العجينة بتاعتنا علشان نقدر نشتغل فين نشتغل العجينة ونبتدي نظبطها زي ما انتم شايفين كده. ابتدينا بقى ايه ناخدها كده في الصينية ونبتدي نشتغلها. انا طبعا مش هشتغل الكمية كلها قدامكم، انا بس ايه هعمل بس حاجة بسيطة كده قدامكم، وبعدين نبتدي بيه اشتغلها. وبعدين نكون مشغلين مسبقا الفرن، يكون مشغلينه على درجة 160 ويكون سخن. نبتدي ندخل العجينة بتاعتنا او البيتيفور بتاعنا في الفرن يكون جاهز. يعني احنا مشغلين الفرن واحنا شغالين، يعني على بال ما احنا نخلص نطلع ونحط على طول، بحيث ان اصلا عشان ما تفرش معايا. دي خطوة مهمة جدا. انا خلاص خلصت كل حاجة، خلصت الكمية بتاعتي، فهنحضر دلوقتي. وبردت طبعا، يعني انا استنيتها تبرد. هحضر كمية الشوكولاتة اللي انا هعملها. انا هشتغل هنا شوكولاتة دارك، وهشتغل كمان بشوكولاتة بيضة. ولو انا عايزة اطعمها باي حاجة تانية، احنا هنا هنشتغل برضو بالفستق. هنحتاج برضو الشوكولاتة البيضة علشان نشتغل الالوان بتاعتنا. طبعا لو حابين تشتغلوا معاها فستق، تحطوا الوان صناعيه في الشوكولاته البيضاء، طبعا ما فيش اي مشكله. انا هنا سيحتها على حمام مائي. انا هبقى احط لكم الفيديو اللي انا بسيح فيه الشوكولاته بسيحها ازاي. طبعا احنا هنا المكعب 100 جرام، يعني احنا هنا بنشتغل في 200 جرام. حطينا ربع كوبايه زيت، مش كتير، ربع كوبايه زيت. ربع كوبايه زيت نخليها سايله، ونخليها كده ما نخليهاش تقيله قوي وتبقى متماسكه، بحيث ان هي ما تبقاش الخامه بتاعتها تقيله. يعني الشوكولاته بتاعتي تبقى تقيله، لا بتبقى خفيفه كده زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان انا اعرف يعني ايه اخد شكل في البيتيفور كده ويبقى باين زي ما انتم شايفين. احنا نعمل كده كام واحدة مع بعض في كل لون. يعني هنا في الشوكولاتة الدرجة اهي زي ما انتم شايفين. انا هنا حشيتها، حبيت ان انا احشيها شوكولاتة من جوه، وبعدين اغمسها بالشوكولاتة زي ما انتم شايفين كده. ممكن كمان انتوا لو حابين اي نوع مربات، مربى مشمش، مربى تفاح، مربى توت، اي نوع مربى انتوا بتحبوها ممكن تستخدموها. بس المرة دي بصراحة دي اول سنة ان انا احشيها شوكليت، يعني اخليها من بره ومن جوه. بس بصراحة يعني لما بتتحشي مربى بتكون بصراحة يعني بتدي نكهة كده مميزة. وبرضو يعني بصراحة يعني الشوكولاتة او المربات، يعني كل حاجة فيهم بتدي نكهة مختلفة زي ما انتم شايفين كده. ظبطنا بنعمل مجموعة، وبعدين نبتدي بقى ايه نشتغلها كلها مع بعض. طبعا يا جماعة انتوا الحشوات دي طبعا اذواق، ممكن تحشوها زي ما انتوا عايزين.
وتشتغلوا فيها زي ما حابين. فالموضوع سهل وبسيط خالص يعني. بصوا بصراحة أنا السنة دي يعني الموضوع دوت أخد مني مجهود كبير، ويا رب بس الفيديو يعجبكم. متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. هنا بقى أنا أخدت اللون أخدت سيحنا برضو الشوكولاتة البيضة في حمام مائي. أنا هقسمها هنا لجزئين، لأني أنا أخدت 400 جرام عملتهم كلهم في حمام مائي، فأنا هاخد جزء أطعم بيه بالفستق، والجزء التاني هخليه بيضة عادي. هنا الزيت أنا حطيت هنا زيت، أي نوع زيت يكون حلو، زيت ذرة. حطيت هنا ربع كوباية وهنا ربع كوباية، مش كتير علشان الشوكولاتة بتاعتي تكون سهلة في التشكيل. ونبتدي نديها ضربة كده كويس قوي، ما يعني بحيث ان ما يكونش فيه اي تكتلات في الشوكولاتة. نبتدي برضو نضرب الجزئين علشان برضو الدنيا تبقى سهلة معايا، والتشكيل يبقى سهل معايا، ما يكونش حاجة فيها مكلكعة زي ما بيقولوا. هنفضل نقلب كويس قوي وهنا الفستق الحلبي زي ما انتم شايفين، كريمة الفستق دي ممكن تشتروها من اي عطار، هي سعرها بسيط مش غالي قوي. انا هاخد هنا معلقتين صغيرين نحطهم. انا مش عايزاها اللون يبقى اخضر جامد، انا عايزاه يبقى في المتوسط. انا هاخد معلقتين بس صغيرين، بجد بتخلي الطعم مختلف خالص، بتخليها النكهة مختلفة غير الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة الدارك. بصراحة لما حطيت الفستق بتخلي طعمها في حتة تانية يعني. طبعا احنا برضو هنحشي البيتي فور بنفس الطريقة، هنحط من جوه بحيث ان احنا نلحم الاتنين مع بعض كده، ونبتدي نرصهم على استريتش او اكياس تلاجة بلاستيك. ونبتدي احنا بقى نجمع بعض مع بعض كده. انا حبيت ان انا بصراحة ما كنتش عايزة اطول عليكم الفيديو، بس حبيت ان انا يعني اشارك معاكم كل التفاصيل التشكيل، او ازاي نسيح الشوكولاتة، او ازاي احنا بعد ما خلصنا البيتي فور بتاعنا وبارد رصيناه في علبة. ضروري جدا ان احنا نرصها، لاني انا طبعا استنيت تاني يوم، ما شكلتش في نفس اليوم لان كان صعب شوية، لان كان يوم متعب جدا. فاحنا كنا لازم ان احنا نشكلها تاني يوم، وده افضل بحيث ان انت تكوني بقى مرتبة نفسك والدنيا سهلة بالنسبة لك كده، وما يكونش فيه ضغط عليكي، وتبتدي بقى تعملي كل الاشكال اللي انت حباها زي ما انتم شايفين اهي. بصراحة اللون تحفة وجميل يعني، وطعمها كمان يعني. انا بصراحة بحب الفستق جدا وبحب الالوان يعني. انا كنت حابة جدا ان انا اعمل الوان، بس الحمد لله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. كل سنة وانتم طيبين، ولايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.